بتبتدي حكايتنا مع مجموعة من الأصدقاء اللي بيكونوا في رحلة مع بعض. اتنين منهم جيران عمالين يتباهوا بمين ابنه ناجح أكتر، سيونج هيو المهندس المعماري المشهور والحائز على جوائز كتيرة، ولا سيوك ريو اللي شغالة في شركة كبيرة في أمريكا واسمها جريب وبتاخد أجر خيالي وكمان بتبقى هتتجوز من محامي عالمي. في نفس الوقت سيونج هيو بيستلم جايزة لإبداعه باسم شركته، أما سيوك ريو بتبقى في الطيارة وراجعة فجأة لكوريا وبتستقبلها صديقتها مون اللي هي كمان بتبقى بنت واحدة من أصحاب مامتها. بيفتكروا ذكريات طفولتهم سوا وبيروحوا المطعم جنب بيتها بتبقى مشتاقاله، وهما بياكلوا سيوك ريو بتستخبى من أخوها دونج جين اللي كان هربان من المدرب بتاع الجيم بتاعه عشان ياكل أكل مش صحي. وبنعرف انها رجعت كوريا من غير علم اهلها. بتطلب سيوكريو من مون انها تفضل معاها اليوم كله وما تسيبهاش مع عيلتها لوحدها ولو للحظه واحده، لانها بتبقى خايفه من رد فعلهم. لكن بما انها شغاله مسعفه كان لازم تسيبها وتمشي للاسف لان جالها مكالمه من الطوارئ. سيوكريو بتضطر تبقى لوحدها وبتمشي في الشارع اللي بيودي لبيتها وبتشوف المبنى اللي كان زمان حمام عام ومامتها كانت بتجبرها انها تروحه، وصديقة امها كمان كانت بتجبر صديق طفولتها اللي هو سيونج هيو كمان انه يروحوا معاها مع انه ولد وسطهم. بتصادف ساعتها سيونج هيو اللي اول ما بيشوفها بيقول لها انت بتعملي ايه هنا، دي ارضي. وبنعرف انه اشترى الارض اللي كان فيها الحمام العام وحولها لشركة معمارية، تقريبا بينتقم من اللي حصل في طفولته. بتمشي سيوكريو من هناك بس بتتفاجئ بامها وصديقتها قدامها، فبتستخبى جوا كرتونة كبيرة بسرعة وبتقعد تتوسل لسيونج هيو انه ما يفضحهاش. والدة سيونج هيو بتسلم عليه هي واصدقائها، وبيجي والد سيوكريو كمان يسلم عليه وبيديله تفاحية وبيبارك له على شركته الجديدة. بيستغربوا من الصندوق الكبير اللي واقف جنبه وبيبقوا عاوزين يرموه لانه مبوظ شكل الشارع، لكنه بيعرفهم ان هينقل فيه الزبالة بتاعت مكتبه الجديد وانهم ما ياخدوش في بالهم. يعني سيوكريو بتطلع من الكرتونة بعد ما بيمشوا وبتروح تتفرج على الشركة بتاعت سيونج هيو. بتتكعبل في سلك وكانت هتقع عليها مكتبة خشب كان جواها فيه قطع معدنية تقيلة، لكن سيونج هيو بينقذها منها وبيتأذى هو. وبنعرف انهم اطفال. سيوكريو كانت دايما بتأذي سيونج هيو من غير قصد وبيبان ندبة كبيرة على ظهره، وحصلت بسبب انها وهي بتتخانق مع الاطفال زمان زقته من غير ما تقصد على سور حديد. بيقول لها تمشي وما تبقاش مزعجة وبينصحها انها ما تأجلش المواجهة بينها وبين عيلتها وتقول لهم عن سبب رجوعها. في الناحية التانية مون بتجري على مريض منهار في الشارع وبتحاول تتعامل معاه لأنه بيبقى راجل مشرد ومش عاوز يتعالج وبيحاول يضربها، لكنها بتصر إنها تكشف عليه لأن دي مسؤوليتها، فهو بيتنرفز عليها وبيكسر إزازة وبيهددها بيها. بيجي واحد اسمه دان هو بيحاول يتدخل ويساعد لكن بيتكعبل وبيتعور هو كمان. مون بتستغل إن المشرد مشتت وبيبص على الشخص اللي وقع وبتضرب الإزازة برجلها وبتكسرها وبتقدر تسيطر على الموقف وتكشف على المشرد. بيودوه للمستشفى وبيشكرها دان هو على موقفها الباسل ده وبيطلب انه يعرف اسمها، لكنها ما بتوافقش تديله اي معلومات شخصية عنها وبتمشي وبتسيبه. وبيطلع دان هو صحفي بيكتب عن القصص المؤثرة اللي بتحصل في العالم. نرجع لسيوكريو اللي بتنزل من الشركة بتاعت سيوكريو عشان تروح لبيتها، وهو وقتها ما سابهاش ومشي وراها مع انه كان بيقول لها تبعد عنه بس بيطلع انه قلقان عليها. بتوقفه سيوكريو عشان تستعد للحرب مع مامتها عن طريق انها بتلبس كل اللبس اللي في شنطتها عشان تحمي نفسها لانها عارفة انها عملت حاجة تستحق عليها علقة سخنة. سيونج هيو بيبقى عاوز يعرف هي عملت ايه عشان كل ده. بتعرفه انها فسخت خطوبتها. لسوء الحظ امها بتيجي في الوقت غير المناسب ده وبتسمع اللي دار بينهم وبتتجنن ووالدها بيغمى عليه من الصدمة. امها بتروح تديها علقة سخنة وتضربها، لكنها بتضرب في سيونج هيو لانها بتتحامى فيه واخداه درع بشري. امها بتبقى عاوزة تعرف سبب انفصالها عن المحامي وبتقول لها انها خانته وكمان استقالت من شغلها في شركة جريب ومش هترجع تاني لهناك. امها بتتجنن اكتر وبتقعد تضرب فيها، لكنها بتقدر هي وسيونج هيو انهم يهربوا مع بعض وبيقعدوا في حديقة لحد ما الدنيا تهدى شوية. سيونج هيو مش بيكون مصدق انها عملت كده وبيبقى مش فاهم هي ليه ما قالتش الحقيقة لمامتها. بتفضفض له عن احساسها بالضياع بسبب الضغوطات اللي واجهتها بعد ما سافرت واتغربت في بلد تانية، وانها حاسه ان كل حاجه في حياتها بتحصل بسرعه وعاوزه تاخد راحه. سيونج هيو بيجيله تليفون من اخو سيوكريو دونج جين بيقول له ان امها خلاص مش هتضربها تاني فيرجعها للبيت، وفعلا بيروحوا على البيت بس دي بتكون خدعة من مامتها والدنيا بتتقلب تاني. بس المرة دي سيونج هيو بيحبسها في البيت وما بيرضاش يفتح الباب وبيتخلى عنها الندل، وأثناء ده بيفتكر لما كانوا صغيرين وسيوك هيو بتحميه من الأطفال المتنمرين. بالرغم من محاولات أهلها الكتيرة في إنهم يعرفوا سبب رجوعها، سيوك ريو بترفض تقول لهم الحقيقة. استنوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. يلا نكمل. وبعدين بتروح تنام في أوضة المخزن اللي كانت أوضتها زمان وبتحلم بالوقت اللي كانت فيه مراهقة أيام الثانوية، وهي بتقنع سيونج يو يساعدها في شغلها في تنظيف الشوايات في مطعم بتشتغل فيه.
وبعدين بتستخدم الفلوس اللي كسبتها عشان تشتري ستيكرات تلزقها على سقف اوضتها وبروش دهب لمامتها. الصبح مامتها بتبقى لسه زعلانه ورافضه تحضر لها الفطار وبتتجاهلها. لما سيونج هيو وموهن بيجوا يطمنوا عليها مامتها بتبقى لسه غضبانه وبتطلع غضبها ده في الدقه على الطبول، وهي دي عادتها، كل ما بتكون متضايقه وعايز تضرب حاجه تروح تلعب بالطبول. صاحبتها بعد الفطار بتحاول تعرف برضو السبب الحقيقي ورا فسخ الخطوبه، لكنها بتكون كتومه وما بتقولهاش حاجه. بتروح تعاقب سينج يو على اللي عمله امبارح معاها وبتقعد تخنق فيه. مامتها بتيجي تفك بينهم وبتطلب منها توصل لمكتبه اكل كانت عاملهوله. بتروح لشركته ومعاها اكل امها، وهناك زمايله في الشغل بيمسكوا فيها وبيبقوا عاوزين يعرفوا قصه طفولتهم. سيوكريو بتقدم نفسها على انها المنقذه بتاعته لانه كان مولود في فرنسا وما كانش بيعرف يتكلم كوري، وانها كانت بتساعده في كل حياته ومحوطاه برعايتها. لكن الصوره الجميله اللي رسمتها عن نفسها قدامهم بتتحطم على طول لما سيونج يو بيقول لهم عن حكايتهم من وجهة نظره، وإنها كانت طفلة مزعجة جدا ومش نظيفة، وكمان ما كانش عندها أي إحساس بالخصوصية. كانت بتبص عليه وهو في الحمام، وكانت بتخليه دايما هو اللي يجري ورا العيال في الاستغماية مع إنه ما كانش بيبقى عاوز ده. نروح لمامة سيوكريو اللي بتروح لصديقتها مامة موين عشان تشتكي لها إنها بقت على لسان كل ستات الحي، لأنهم عرفوا إن سيوكريو انفصلت عن شغلها وخانت خطيبها بسبب خناقتهم في الشارع امبارح، وبتعرف منها إن زميلاتهم في المدرسة هيجوا افتتاح شركة سيونج يو. زمايلها دول بيبقوا عارفين بخبر جواز بنتها وإنها بتشتغل بره لأنها كانت بتتباهي قدام كل الناس، فبتبقى قلقانة تقابلهم ويعرفوا الحقيقة وتبقى موضوع سخرية ليهم. نرجع لسيوكريو اللي بتبقى مستمتعة بإنها مش بتعمل أي حاجة، وده طبعا مش بيعجب الست الوالدة اللي بتحاول تكلم خطيبها السابق هيون جون. سيوكريو بتعرف اللي مامتها بتحاول تعمله وبتحذف رقمه من موبايلها عشان ما تعرفش تكلمه تاني. نروح لشركة سيونج يو اللي بتواجه صعوبات قبل حتى ما يبدأوا مشاريعهم بشكل رسمي بسبب العملاء اللي ما بيدفعوش اللي عليهم من مشاريع سابقة، وغير كده بيبقى فيه نقص في العملاء الجدد وبيبقى عليهم قروض لازم يسددوها. بيقابل هو وشريكه ميونج يو دان هو اللي كان على ميعاد معاهم عشان يعملوا مقابلة. دان هو كان بيحاول يساعد ست عجوزة إنها تنقل كراتين، بيروح سيونج يو يساعده وبيعمل معاهم بعديها مقابلة بخصوص شركتهم الجديدة. المقابلة بتمشي كويس جدا، بس في النص سيوكريو بيبين ندمه وخوفه من اتخاذه لخطوة فتح شركة بنفسه والاستقالة من شغله القديم، بس بيقول له إنه كان هيكون ندمان أكتر لو ما فتحش الشركة دي وحقق حلمه لأن ده كان من أهدافه. في نفس الوقت سيوكريو بتقضي وقتها وهي قاعدة في الأتوبيس وعمالة تلف بيه، وبنعرف إنها عانت من العنصرية في مكان شغلها وده كان سبب طردها من هناك، والوقت اللي كانت بتتعرض فيه لضغوطات في الشغل كانت محتاجة خطيبها عشان يهون عليها، لكن لقيته بيخونها فهي ما قدرتش تستحمل كل ده ورجعت على كوريا. بتروح بعديها تشتري شجرة رمان وبتهديها لسيونج هيو بمناسبة افتتاح الشركة الجديدة. اليوم اللي بعده الدنيا بتهدى شوية بينها وبين مامتها اللي بتكون بتتحضر عشان تروح الافتتاح، وبتبقى بتدور على البروش الذهب اللي جابته لها سيوكريو زمان لكنها مش بتلاقيه. سيوكريو بتدور لها عليه بس مامتها بتمشي عشان اتأخرت. بتروح الافتتاح وهناك بيتحقق أسوأ كوابيسها، وفعلا زمايلها بيعرفوا عن اللي حصل لبنتها وبيتريقوا عليها، وبنكتشف ان والدة سيوكريو كانت شاطرة في دراستها لدرجة انها كانت ممكن تدخل كلية كويسة لكن ما قدرتش بسبب الفقر، فعشان كده هي بتستمد كل قيمتها من سيوكريو. بتبقى متضايقة لانها بتسمع زميلاتها بيتكلموا عليها وحش في الحمام. سيوكريو بتظهر في الحفلة عشان تسلمها البروش اللي ما كانتش لاقياه. مامتها بتحاول تمشيها وبتبقى متوترة، بس لسوء الحظ زميلاتها بيشوفوها ووالدتها بتضطر تكذب عليهم وتقول لهم ان بنتها ترجع امريكا قريب لان اتعرض عليها فرصة احسن من شركة كبيرة تانية غير جريب. سونج يو كان بيشوف الموقف ده من بعيد، ولما بيرجعوا البيت سيوكريو ووالدتها بيتخانقوا جامد لان مامتها بتجبرها انها ترجع لامريكا، وحتى ان قلب اوضتها مخزن ومش مهتمة بيها، ومهما حاولت تشرح ليها عن معاناتها مفيش حاجة بتهزها. اخر ما بتتعب من المناقشة بتسيب لها البيت، وسيونج يو اللي كان بيسمع خناقتهم بيمشي وراها وبيقعد معاها. كانت بتحاول تخبي مشاعرها وتفكروا بمواقف حصلت لهم وهم أطفال، لكن ما بتقدرش تمسك نفسها وبتقعد تعيط جامد وهو بيبقى قاعد جنبها في هدوء. تاني يوم سيوكري بتقضي اليوم كله بره، ولما بترجع بتلاقي أوضة المخزن اللي كانت قاعدة فيها بقت شبه أوضتها القديمة بالظبط، وبتعرف إن مامتها طلبت من سونج هيو إنه يصمم الأوضة ليها ويرجعها زي زمان، وكمان جاب لها الاستيكرات اللي كانت بتحبها ولزقها في السقف. بعد شوية بتكتشف كمان إن سيونج هيو رجع لأوضته القديمة في بيته اللي قدام بيتها على طول، وبالليل سيونج هيو بيحلم باللي حصل في الماضي لما كان مشارك في مسابقة السباحة باسم مدرسته ومحدش من أهله حضر لأنهم كانوا مشغولين في شغلهم. الوحيدة اللي كانت حاضرة هي سيوكريو وكانت بتشجعه من كل قلبها، وبيكسب سيونج هيو السباق
بيصحى من النوم على صوت سيوكريو اللي كانت بتتفرج على فيلم، فبيروح يحرقه لها عشان صحته من النوم الساعة 3 الفجر. الصبح بيفطر مع عيلته وبيبان الجو بينهم مش تمام، وبيتكلم معاهم برسمية. بعديها بيجيله شغل من عميل جديد عايز يبني مجمع سكني للمتقاعدين الأثرياء. بس وقتها هو بيشوف مسابقة عن تجديد نادي السباحة لمدرسته القديمة اللي كان بيسبح فيها زمان، وبيبقى نفسه هو اللي يكسب المسابقة دي ويجدده. في الناحية التانية زي ما بيقولوا كده الطبع غلاب. سيوكريو حرفيا بتعمل جدول لنفسها، بيبقى فيه قائمة بالحاجات اللي هتعملها في وقتها وهي عاطلة عن العمل. بتعمل اللي كان في الجدول والوقت بيعدي، ولما بتزهق بتعزم سيونج هيو عشان يروح معاها المكتبة يقروا حاجة، لكنه بيرفض طلبها وبيقفل في وشها الخط. ما بتلاقيش غير مين؟ موان صديقتها الحبيبة اللي بترضى تيجي تقعد معاها، وبيقضوا شوية وقت سوا، وبيجولهم سيونج هيو يقعد معاهم. بعديها بيسيبوها لوحدها وبيروحوا على أشغالهم، وهي بتمشي في الشارع وهي زهقانة. تاني يوم بالصدفة بتقابل سيوكريو مدرستها أيام المدرسة اللي دلوقتي بقت مديرة المدرسة، بتساعدها تشيل طلبية كانت جايباها من مطعم أبوها وأمها. بيقابلوا سيونج هيو اللي كان في زيارة لنادي السباحة عشان يقدم لمسابقة التصميم اللي شافها. بيقعدوا سوا، ولما المديرة بتجيب سيرة جريب الشركة اللي سيوكريو كانت شغالة فيها، ما بتعرفش تنكر إنها بتشتغل هناك، وده بيحطها في موقف إنها لازم تدي محاضرة لطلاب الثانوية تكلمهم فيها عن سبب نجاحها ووصولها إنها تبقى بتشتغل في شركة كبيرة زي جريب، وتديهم شوية نصايح. بس في وسط المحاضرة واحد من الطلاب بيسألها عن حلم الطفولة. هي وقتها بتقعد تفكر في إيه اللي كانت عاوزة تكونه وهي صغيرة. بعد ما بتخلص المحاضرة سيونج هيو بيطلب منها تساعده يحفروا عشان يطلعوا الكبسولة الزمنية اللي حفروها هم موان وهم صغيرين، وكانوا حاطين فيها جوابات ليهم عشان يقروها بعد 10 سنين، لكن ما بيقدروش يلاقوها. والسيوكريو بتقرر تمشي لأنها مش في المود أصلا، وده لأنها ما قالتش الحقيقة للمدرسة بتاعتها. في الناحية التانية موان بتبقى في طريقها للمستشفى في عربية الإسعاف، والدنيا بتكون زحمة. بتلاحظ راجل بيساعد في تنظيم المرور عشان عربيتهم تعدي، فبتعلن لزمايلها إن الراجل ده هو فارس أحلامها. الراجل ده بيطلع هو الصحفي دانهو، لكن هي ما بتبقاش عارفة ده. سيونج هيو وشريكه ميونج هيو بيجتمعوا مع العميل اللي بيطلب منهم يعملوا له مجمع سكني للمتقاعدين الأثرياء، لكنه بيرفض انه يشتغل معاهم لانهم عايزينه يسرق تصاميم معماريه، وانه مش هيعمل كده ابدا مهما كانوا محتاجين للفلوس. وده بيسبب في خلاف بينه وبين ميونج يو اللي شايف انه عادي انهم يعملوا كده. اما بقى سيوكريو بتقابل واحده بتبقى عاوزه توظفها في شركتها بسبب مهارتها في الشغل، وهي ما بتديلهاش جواب وبتطلب وقت تفكر فيه. وهي ماشيه بتقابل سيونج هيو اللي بيسالها اذا كانت فعلا عايزه ترجع لشغل هي ما كانتش بتحبه، بيطلب منها انها تلاحق احلامها. سيوكري بترد عليه ان امتهان الشخص المهنه اللي بيحبها دي رفاهيه مش متاحه لكل الناس. والاتنين بيشدوا في الكلام مع بعض، وسيونج هيو بيمشي ويسيبها، وبيفتكر وقت ما عمل حادثة وخبط في عربية، وده سبب له في كسر في رجليه وخلاه ما يكملش في حلمه إنه يكون سباح محترف. اليوم اللي بعديه الموظفة اللي بتشتغل عند سيونج هيو بتحاول تصلح بينه وبين شريكه ميونج يو، وفعلا بيتصالحوا وكل واحد بيوعد إنه يحترم أفكار التاني. في الناحية التانية سيوكريو بتبتدي تفكر جدية في الحاجة اللي نفسها تعملها في حياتها، وعلشان تكتشف ده بتحاول تاني تحفر عشان تطلع الكبسولة الزمنية، لأن ممكن تلاقي أجوبة هناك، لكن مش بتنجح، ومدرستها بتشوفها وبتتفزع منها لأنها كانت بتحفر بالليل. المهم سيوكريو بتعرفها إنها سابت شغلها. المدرسة بتدعمها وبتشجعها إنها تمشي في الطريق اللي تختاره لنفسها، وإنها واثقة في اختياراتها، وده بيشجع سيوكريو أكتر وبيديها أمل. وهي ماشية من هناك بتقابل سيونج هيو في نادي السباحة، وبتعرف إنه لقى الكبسولة الزمنية، وبيقعد وقتها يغلس عليها وبيقرا الجواب السخيف اللي كانت كاتباه لنفسها وهي مراهقة. بينط في المية عشان يهرب منها وما تقدرش تمسكه، وبيقول لها إنه بقاله كتير قوي ما دخلش حمام السباحة، وده كان من وقت الحادثة. وبيفكرها لما كانت بتحاول تواسي لما كان مكتئب وفاقد الأمل في الحياة بعد الحادثة، وهي كانت شجاعة كفاية إنها تطلعه من حزنه رغم رفضه المستمر ليها. بيقول لها إنها بقت جبانة دلوقتي وما بقتش جريئة زي زمان في إنها تجري ورا حلمها. ده بينرفز سيوكريو وبيخليها تنط في حمام السباحة، وما بتكونش بتعرف تعوم وبتبقى هتغرق، لكن سيوكريو بينقذها. بيحاول بعديها يسألها إذا كانت هي ندمانة إنها سابت شغلها، لكنها ما بتكونش ندمانة أبدا عن ده، ولو رجع بيها الزمن كانت هتاخد نفس القرار. بعديها بيفتحوا الكبسولة الزمنية وبيقروا الجوابات اللي كتبوها لنفسهم، لكن بيكتشفوا إن جواب موان مفقود. بتقرا سيوكريو جوابها وبتلاقيه سخيف وما ادهاش أجوبة على حاجة. بيقرا سيونج يو الجواب اللي كان كاتبه، اللي أول لما بيشوفه بيجري على البيت على طول علشان ما تسرقش سيوكريو الجواب منه وتعرف اللي جواه. وبيبان من الجواب إن سيوكريو كان معجب بسيوكريو من أيام المدرسة الثانوية. بعدين بيقعد يقنع نفسه إنه ما بقاش عنده مشاعر ناحيتها خلاص، وإنه اتخطاها من زمان. الصبح بيطلب والد سيوكريو من والدتها إنها تديله فلوس كتيرة لأنه محتاجها ضروري، لكنها بترفض وبتزعق معاه. في الناحية التانية بنعرف إن والدة سيونج يو بتشتغل في السفارة ودايما بتسافر وما بتقضيش وقت مع عيلتها، وجوزها بيشتغل دكتور ودايما في المستشفى.
وبيبان إن الست والدة سيونج يو على علاقة مع نائب وزير الخارجية. ما علينا، نروح لسيوك ريو اللي ما عندهاش حاجة تعملها، فبتروح تتسلى في شركة سيونج يو. بيبلغهم وقتها ميونج يو إن شركة سيوك ريو القديمة جريب عايزة تشتغل معاهم. ميونج يو بيبقى عنده معارف في أمريكا وهم اللي رشحوا شركتهم. المشكلة إنهم مش بيعرفوا إنجليزي كويس عشان يتواصلوا معاهم. بتقرر سيوك ريو إنها تساعدهم وتكون مترجم ليهم، رغم إنها مش بتكون مستريحة، بس ده عشان تساعد صديقها. بعد ما بيخلص الاجتماع الأونلاين، سيوك ريو بتسمع الفريق الأجنبي بالصدفة وهم بيتكلموا إنهم استقروا على شركة تانية بسبب ضيق الوقت، وإن شركة سيونج يو لسه جديدة وما عندهاش سجل أعمال. بتروح تقول لسيونج يو عن ده، لكنه بيصر إنه يعمل كل اللي يقدر عليه، وبيطلب منها تخبي المعلومة دي عن ميونج يو. سيوك ريو وسيونج يو بيخلصوا شغل وهم مروحين بيقابلوا موان ودان هو مع بعض، وبنعرف إنهم اتقابلوا في السوبر ماركت واتخانقوا مع بعض بسبب إنهم بيحبوا نفس نوع المنتج اللي ما بيبقاش فاضل منه غير واحد بس. المهم دان هو بيكتشف إن التلاتة أصدقاء من الطفولة وبيحسدهم على علاقتهم ببعض، لكن لما موان بتسأله كان ساكن فين زمان بيرد عليها بإجابة غامضة، وفجأة بيسيبهم وبيروح على بيته. وهم في طريقهم للبيت بيسألوا موان عن جواب الكبسولة الزمنية بتاعها، بتقول لهم إنها أخدته زمان بعد ما دفنوا الكبسولة في نفس الليلة أصلا، وإنها شافت جواباتهم كمان، بس بتقول إنها مش فاكرة حاجة عن جواب سيونج هيو لما بتسألها سيوك ريو عنه. وده بيريح سيونج هيو اللي كان متوتر، بس في الحقيقة هي بتبقى عارفة كويس إنه معجب بسيوك ريو من طرف واحد. موان اليوم اللي بعده بتقابل بنت عندها 6 سنين بتدور على حاجة في الحديقة. البنت دي بتؤمن بوجود الكائنات الفضائية وبتحب الخيال العلمي زي موان لما كانت في سنها بالظبط. موان على طول بتحب البنت دي وبتدخل قلبها. بعدين بتروح تحكي لسيوك ريو عن الطفلة الجميلة دي وبتتضايق لأنها نسيت تسألها عن اسمها. في الوقت ده دان هو بيساعد والدة موان اللي بتشتغل في العقارات وساعدته إنه يشتري شقته اللي قاعد فيها وبينقل شوية صناديق. والدة سيوك ريو بتدخل وبتلاقيه جذاب، فبتسأل عنه صديقتها لأنها شايفاه عريس مناسب لبنتها. والدة موان كانت هتقول لها حاجة عنه بس ما بتكملش بسبب إن جالها مكالمة. سيونج هيو وميونج يو وسيوك ريو أخيرا بيروحوا للاجتماع بتاع جريب اللي فيه سيونج هيو هيقدم تصميمه لممثلي شركة جريب. سيوك ريو ما بتحسش بالراحة لما بتواجه واحد من أعضاء فريقها السابق اللي اسمه كريس اللي دلوقتي بقى قائد فريق، وبنكتشف إن سيوك ريو كانت ضحية للتحرش في مكان العمل من أعضاء فريقها اللي كانوا بيستغلوها وبيخلوها تعمل كل الشغل لوحدها. وسمعت بالصدفة يوم كريس وهو بيتكلم عليها بطريقة وحشة مع زمايلها، وإنها بس محتاجة شوية مدح وهتعمل كل الشغل اللي يطلب منها، فممكن يستغلوها بالطريقة دي لأنها ناجحة جدا ضدها. وبنعرف كمان إنها من 3 سنين أخدت أجازة من الشغل والسبب بيبقى مجهول. بتبقى متوترة بسبب وجود كريس وبتستأذن عشان تروح الحمام، وهي راجعة بتقابله وهو بيقعد يكلمها بتعالي وبيسخر منها. يونغ هيو بيسمع الطريقة اللي كان كريس بيضايق بيها سيوك ريو وبيروح يضربه. وسط التهديدات من كريس في إنه هيدمر مستقبل الشركة بتاعة يونغ هيو، سيوك ريو بترجع لشخصيتها القوية القديمة وبتضرب كريس وبتهدده بأدلة معاها على فساده واستغلاله للموظفين في شركة جريب. بعديها بياخدها سيونغ هيو يروحوا في مكان هادي عشان يخفف من توترها ويهدوا نفسهم، وأثناء ده بيجيلهم مكالمة من ميونغ يو بيبلغهم إنه جالهم عرض شغل مختلف من شركة جريب لأن عجبهم تصميماتهم، وبيعرفهم كمان إن كريس اتفصل من شركته. وبيبان إن ميونغ يو كان مسجل كلامهم وكمان طلع صديق لنائب رئيس شركة جريب اللي بعت له التسجيلات دي. بتبارك له سيوك ريو على الشغل الجديد وبتبقى فرحانة له. وقتها بيفتكر هو ليه كان بيحب سيوك ريو من وهو صغير، وده لأنها كانت دايما مدياله اهتمام أكتر حتى من أهله، وإن في مرة فوتت امتحان مهم عشان تدعمه في البطولة بتاعته وهو ادالها الميدالية اللي كسبها عشان يبين لها مدى تقديره ليها. سيوك ريو وسيونغ هيو بيروحوا المطعم باباها ومعاهم شوية طلبات عشان سيوك ريو بتكون مصممة إنها تحتفل بيه عن طريق إنها تطبخ له أكلة من إيديها، لكن وهي ماشية بتتزحلق وسيونغ هيو بيمسكها على طريقة الأميرات. وبيفتكر وقتها لما وصل لأمريكا لأول مرة وهي بتخليه يبات عندها في سكن للطالبات لأن ما عندوش فلوس، كان جايب لها منتجات كورية كتير وكتبها المفضلة وده بيخليها ممتنة ليه. وتاني يوم الصبح شاف بالصدفة رسالة على موبايل سيوك ريو وبيكتشف إنها مرتبطة بشاب كوري أمريكي اسمه برين. سيونغ اللي كان معجب بيها بيحس بالإحباط لما بيعرف الخبر ده. نرجع للحاضر، سيونغ بيتفاجئ إن أكل سيوك ريو بيطلع لذيذ جدا. موان بتنضم ليهم، ولما سيونغ هيو بيخرج يجيب مشروبات سيوك ريو بتوريها صورها اللي كانت بتصوراها بفستان الفرح قبل ما تنفصل، وبتعترف لها إنها لسه بتحب خطيبها السابق. سيونغ هيو بيرجع وبيسمع الحوار ده وبيبقى حزين لكن مش بيبين. تاني يوم والدة سيوك ريو ووالدة سيونغ هيو وأصحابهم بيروحوا معبد بوذي وبيصلوا عشان أطفالهم، وبنكتشف إن في حاجة حصلت بين سيونغ هيو وأمه في الماضي وده اللي خلى علاقتهم تبقى جافة كده.
بتتمنى إن علاقتهم تتحسن وتبقى زي الأول. موان بتشوف دانهو بالصدفة وهو قاعد بيدور على حاجة، فبتسأله بيعمل إيه. بيقول لها إنه بيدور على زهرة الحظ اللي ب4 ورقات، فهي بتروح تساعده وبتلاقيها على طول تديها له، وبتعرف إنه عايز يديها لواحدة بنت، وهي وقتها بتفتكر إنه عاوز يديها لحبيبته. نروح لسيوكريو اللي بتبقى قاعدة في مكتب سيونج يو لأنها فاضية، ومكتبه تقريبا هو حوش اللعب بتاعها. المهم ميونج يو بيطلب منها إنها تكمل مساعدتها ليهم في مشروع جريب، بس سيونج يو بيتدخل وبيعارض الفكرة دي جامد، بيقول لها ما تلخمش نفسها في حاجة تانية وتروح تدور على حلمها زي ما وعدته. بتوصل بعدها حبيبته السابقة تيهي، وهي فنانة متخصصة في صنع الأواني الفخارية التقليدية الكورية. بتيجي عشان تعرض على سيونج يو إنه يساعدها في تصميم كنكة على الشكل الكوري التقليدي، عشان هتقدمها لشركة عالمية اتطلب منها إنها تشتغل معاهم، وبتعزم الكل على ورشتها عشان يشوفوا شغلها ويجيلهم أفكار. وبنعرف من خلال سيوكريو إن سيونج يو وتيهي كانوا على علاقة أيام الجامعة، وهي سابته عشان واحدة تانية. بالليل سيونج يو بعد ما بيخلص شغله بيقابل والد سيوكريو بالصدفة، وبيشربوا مع بعض وبيدردشوا. بيقرر باباها إنه يخليه يبات في أوضة ابنه اللي هو أخو سيوكريو عشان اتأخروا وكان سكران. الصبح سيوكريو ما كانتش عارفة إن سيونج يو في أوضة أخوها، وبتروح عشان تصحي أخوها بطريقة عنيفة، وبيحصل بينهم موقف محرج بيسبب في سوء فهم لأخوها. سيونج يو بيخبط صباعه في الحيطة وبيتصاب، وبتروح بيه سيوكريو للمستشفى. لحسن الحظ الموضوع مش بيكون خطير، بس بيحتاج يلف رجله بشاش لمدة أسبوع، وبما إنه مصاب بسببها فهي بتوصله لورشة تيهي. وبنكتشف إن والد تيهي خبير في صنع معجون الصويا، وهي بتدير شغله وبتستخدم الأواني اللي بتصنعها لتخزين المعجون ده. بيساعدها ستات الحي في تحضير المعجون. سيوكري بتبقى عاوزة تساعدهم في تحضيره وبتبقى سعيدة ومتحمسة جدا. بيروح سيونج هيو مع تيهي لأنها بتبقى عاوزة تكلمه في حاجة، بتسأله على أحواله بعد انفصالهم، وبتعترف له إنها لسه عندها مشاعر ناحيته ولسه مهتمة بيه رغم إنها كانت السبب في انتهاء علاقتهم. سيوكريو بتشوفهم مع بعض وبتحس بإحراج وهم بياخدوا بالهم منها. بعد فترة ميون يو والباقيين بيوصلوا وبيساعدوا في تصنيع معجون الصويا. سيوكريو بتتزحلق وهي شايلة وعاء فخاري كبير وبتقع وبتكسره، وبيقع المعجون على الأرض. سيونج هيو بيشوفها وبيزعق لها قدام تيهي، وده بيحرجها. في الناحية التانية موان بيجيلها مكالمة طوارئ من البنت الصغيرة اللي قابلتها في الحديقة، وبيكون اسمها يوندو. بينقلوها للمستشفى فورا. بيطلع ان يوندو هي بنت دانهو، وهي البنت اللي اداها نبات الحظ. بيوصل دانهو للمستشفى في حالة ذعر وهلع بعد ما سمع عن اللي حصل لبنته من المربية اللي سابتها شوية عشان تشتري خضار. موان لما بتقابله بتزعق له عشان ساب بنت عندها 5 سنين لوحدها في البيت، لكن بتتفاجئ ان يوندو بتزعق لها عشان بتزعق لباباها، وبتقول لها انها مش عاوزة تشوفها تاني وانها زعلانة منها. في الورشة بعد ما بتغير سيوكريو هدومها بتعمل نودلز للكل باستخدام معجون الصويا الباقي من الوعاء اللي اتكسر عشان تعتذر عن اللي حصل، وبيتفاجئوا إن أكلها لذيذ جدا. طول الوقت ده سيونج يو ما بيبقاش موجود، وتيهي بتلاقيه قاعد لوحده بعيد، وبتتكلم معاه عن إن حبه ليها كان ضعيف عشان كده سابته، وبتوضح له إنها لحظة نظراته لسيوكريو وأدركت إنه بيحبها. بالليل سيوكريو وهي بتتمشى بتعرف إن سيونج يو غسل لها هدومها اللي اتبقعت من المعجون، وبتبقى مبسوطة جدا وبتروح عند المكان اللي بيتخزن فيه الصلصة، وبتدور على صلصة الصويا اللي عمرها أكتر من 100 سنة مع سيونج يو اللي بيشوفها وبيبقى عنده فضول يعرف شكلها برضه. بتلاقي الوعاء وبتدرك إن حلمها هو إنها تكون طباخة، وهي بتتكلم سيونج يو بيحس إنه لسه بيحبها، وبيفكر إنه عارف كل حاجة عن سيوكريو وعاصر كل تجاربها الأولى في الحياة، زي أول مرة سنتها تقع فيها، وأول مرة تركب عجلة، وأول مرة هربت من البيت، وكمان أول مرة اعترفت بحبها لطالب في المدرسة الثانوية، وأخيرا أول مرة اتخطبت. بيخلص اليوم وكل واحد بيروح بيته، والصبح سيوكريو بتروح توصل شوية أكل لبيت سيونج هيو، وبعد ما بتسلم على أهله بتطلع فوق عشان تدور عليه. بتلاقي نفسها بتقرا الجواب اللي كان في الكبسولة. هو وقتها كان في الحمام، ولما بيخرج بيشوفها وهي بتقرا الجواب بياخده منها على طول وبيكرمشه وبيرميه في الزبالة، وبيقول لها إنه كان هزار. هي بترتبك وبتحاول تتجاهل الموضوع، وبتروح على مطعم أبوها. بتشرح لوالدها قد إيه هي كانت بتحب تيجي للمطعم ده وهي صغيرة، وقد إيه كانت بتتبسط، لكن بدل ما يبقى مبسوط بيبان عليه إنه مخبي حاجة. بعد موضوع الجواب سيونج هيو بيبدأ يتصرف بطريقة غريبة وبيحاول يتفادى سيوكريو، زي مثلا في يوم بتقابله مع تيهي بيمشي بعيد وبيتحجج بإنه وراه شغل كتير مع تيهي. وبعد شوية سيوكريو بتروح تقابل موان، وبنعرف إن موان نفسها تتبعت في شغل للقطب الجنوبي، وعشان تزود فرصتها في إنهم يختاروها تسافر تبع البعثة بتتعلم إزاي تسوق قارب، وبتشجع سيوكريو إنها تلاحق شغفها في الطبخ. لما سيوكريو بتحكي لها عن اشتراكها في كورس للطبخ، وبتقرر إنها تعزم سيونج هيو عشان يحتفلوا إن سيوكريو بتبتدي في تحقيق أول خطواتها في حلمها، لكنه بيرفض الدعوة.
تيونغ هيو اللي قرر يحط حد بينه وبين سيوكريو بيقابل دانهو بالصدفة وهو مروح من الشغل وبيعزمه على مشروب. بياخدوا دانهو لبيته وبيعرفوا على بنته اللي أكيد أول ما بيشوفها بيتفاجئ لأنه ما كانش متوقع إن عنده بنت. بيشربوا شاي وأثناء ده دانهو بيحس إن سيونغ هيو عنده حاجة مضايقاه، فبيحاول يعرف منه بطريقة لطيفة. سيونغ هيو بيحكي له بشكل غير مباشر عن الموضوع بينه وبين سيوكريو وإنه معجب بيها من زمان لكنه خايف يدمر صداقتهم، خصوصا لأنهم أصحاب بقالهم كتير جدا. دانهو بينصحه إنه يكون شجاع زي ما كان وقت مسابقة السباحة بتاعته. بعد شوية دانهو بيقابل موان بالصدفة في السوبر ماركت. موان بتقول له ما يضحيش بكل حاجة عشان بنته لأنها كانت بنت وحيدة ووالدها توفى في سن صغير وكرهت إن والدتها ضحت بكل حاجة عشانها. كمان بتطلب منه يساعدها إنها ترجع علاقتها بيوندو تاني لأنها بتحبها. وهو بيحكي لها عن الحاجات اللي يوندو بتحبها بيسكر لدرجة إنه مش بيبقى قادر يفتح عينه. موان بتوديه قدام بيته اللي جنب بيتها على طول وبتسيبه قدام البوابة من غير ما تغطيه يا عيني. الأبطال الزمن ده بقوا قاسيين قوي. في نفس اليوم سيونغ هيو بيقابل زملائه القدام من شغله السابق وبيقضي معاهم وقت، وبعد ما بيخلص بيشوف بالصدفة والد سيوكريو وهو بيساعد ست سكرانة وبيفتكر موقف حصل له زمان وأمه بتقابل نائب وزير الخارجية وهو كان بيعيط. بيروح يتكلم مع والد سيوكريو اللي فاكره بيخون زوجته، وقتها بيحكي له كل حاجة وبيطلب منه إنه ما يقولش لمراته عن اللي شافه. تاني يوم سيوكريو بتحضر أول حصة في كورس الطبخ بتاعها وبتبقى متحمسة جدا. والدتها وأصحابها بيقضوا وقت مع بعض في مكتب والدة موان. بتحكي لهم والدة سيوكريو إن جوزها بقى يرجع البيت على الفجر، فبيبدأوا يشككوها في احتمال إن يكون عنده علاقة غرامية وبينصحوها إنها تكون حريصة. بتروح تفتش في حاجات جوزها وبتكتشف إنه أخد قرض كبير وسحب فلوس من حسابهم اللي في البنك. ولما جوزها بيرجع البيت بتصرخ فيه، بتبقى عاوزة تعرف عمل إيه بكل الفلوس دي. بيحكي لها إن كان في زباين في مطعمه ادعوا إن عندهم قناة على اليوتيوب واشتكوا من وجود شعر في الأكل، ولما راح يشوف الشعر الشوربة اتدلقت على الزباين والساعة بتاعت واحد منهم الغالية باظت وطلبوا تعويض عن الساعة، وهددوا إنهم هيخلوا الفيديو اللي سجلوه عن الشعر في الأكل ينتشر بشكل كبير على الإنترنت. وكان بيتأخر بره لأنه كان بيشتغل قسائق ليلي عشان يعرف يدفع لهم التعويض. والست اللي شافها سيونغ هيو معاه دي كانت زبونة سكرانة هو بيوصلها، وكمان أخد قرض من البنك. بعد ما بيحكي القصة للعيلة بيحس بالإحراج والعجز قدامهم وبيسيبهم وبيمشي. تيكري بتروح وراه وبتحاول ترفع من معنوياته. تيكري بتبدأ تحقق في الموضوع، لكن سيونغ يو كان سابقها بخطوات لأنه عرف اللي حصل قبليها. فراح يقابل الزباين دي وجمع أدلة تثبت إنهم نصابين وقعوا والد سيوكريو في فخهم. وبنكتشف إنهم حطوا الشعر ده من عندهم في الأكل، والساعة مش أصلية لكن تقليد. وكمان بيبقى عندهم فعلا قناة على اليوتيوب لكن بيبقى عندهم 30 متابع بس. لما بيحسوا إنهم اتكشفوا بيحاولوا يهربوا بسرعة. تيم ودان هو اللي كان بيساعده بيجروا وراهم. في الآخر قدروا يقبضوا عليهم بمساعدة سيوكريو وأخوها دونج جين. أثناء المطاردة سيوكريو مناخيرها بتنزل دم. سيونغ هيو بيبقى فاكر إن ده حصل بسبب إن النصابين ضربوها، بس هي بتقوله إن ده حصل من الإرهاق. على العموم بيمسك سيوكريو الكرافتة بتاعته وبيمسح لها الدم وبيديها لها. هي بتشكره على اللي عمله عشان عيلتها وبتوعده إنها تنظف الكرافتة بتاعته وتديها له. تيم هيو بيرد عليها بتحفظ وده بيضايقها وبتبقى عاوزة تعرف سبب تغيره، بس هو كلمها بشكل حازم وأكد لها إنهم ما بقوش أطفال وطلب منها تبطل تجري وراه. هي بتبقى متضايقة من طريقته معاها الفترة الأخيرة وبتعمل له الأكل اللي بيحبه في حصة الطبخ وبتروح تديهوله في اليوم اللي بعديه. وهي رخرة بتدرك إنها عاشت معاه أول تجارب عملها في حياته، زي أول مرة أكل كوري وكان نفسها الطبخة اللي عملتها في حصة الطبخ، وأول مرة بدأ يعوم، وأول مرة حب فيها بالرغم إنها ما بتبقاش عارفة هي مين اللي حبها. وهي بتديله الطبق سيون هيو بيرفض ياخده وبينفجر فيها وبيقول لها تبطل تزعجه وتبعد عنه. تتضايق هي منه وبتزعق له وبتقول له إنهم أصحاب ومن حقها تتدخل في حياته زي ما هو كمان بيعمل كده، وبتحدف عليه الجزمة بتاعتها وبتسأله بشكل جاد عن سبب تصرفه بالشكل ده. بيروح يلبسها الجزمة وكان لسه هيعترف لها باللي جواه بيظهر خطيبها السابق وبيبوظ الاعتراف. بيتفاجئ الاتنين من ظهوره. بيبقى عاوز يكلمها على انفراد بس سيونج يو بياخدها بعيد، وأثناء ده بيظهر أبوها وأمها. أبوها بيبقى متنرفز من وجود خطيبها وبيهدده وبيبقى عاوز يضربه بس مراته بتمنعه عشان مش ناقصين فضايح، وبتعزم هيون جو على العشاء وبتاخده على بيتها وبيسيبوا سونج هيو وهو حزين. ولما بيرجعوا البيت بتعشيه الوالدة وبعديها بتسأله إذا كانت يوكريو خانته فعلا، لكن هو بينكر ده وبيعرفها إن هو سبب الانفصال. تتحول الأم الغول لما بتعرف كده وبتروح تقعد تضرب فيه، لكن جوزها بيحاول يمنعها عن ده لأنه بيبقى خايف روحه تطلع في إيديها، وسيوكريو بتاخده لبره البيت. في الوقت ده موان بتقابل سيونغ هيو قدام بيت سيوكريو وبيعرفها إن خطيب صاحبتها جوه. هي بتبقى عاوزة تروح تدخل تشبشب له بس هو بيمنعها.
بيروحوا يقعدوا في حتة هدوء لغاية أمّا صاحبتهم تخلّص، وبتسأله موان وقتها هو ليه ما اتدخّلش في الموضوع ده، فهو قال لها هاتدخّل بمناسبة إيه؟ بتقول له الأصدقاء بيتدخّلوا برضه يعني في إيه؟ وبعديها ما بتقدرش تكتم اللي جواها أكتر، وبتعرّفه إنها عارفة اللي كان جوّه جوابه، وبتقول له إنها في صفّه وبتشجّعه عشان يعترف لها. نرجع لسيوكريو اللي بيحاول يقنعها هيون جون إنهم يرجعوا لبعض تاني، وإنه متأسف على اللي عمله ومش قادر يعيش من غيرها. هي مش بتكون زعلانة منه لكن ما بترضاش ترجع له وبتقول له إن خلاص علاقتهم انتهت. بتروح تفضفض لصديقتها موان وبتعترف لها إنها ما بقتش تحس بمشاعر ناحيته وإنها اتخطته. وبنكتشف إن لما سيوكريو قالت لموان إنها لسه بتحب خطيبها السابق كانت تقصد إنها بتحب الذكريات اللي كانت بينهم. تاني يوم أم سيوكريو بترجع لعادتها القديمة في إنها تحاول تخلي سيوكريو ترجع لخطيبها السابق عشان تبعتها تاني لأمريكا، وبتجبر سيوكريو إنها تلبس فستان جميل وهي نازلة عشان كانت مخططة لمقابلتهم سوا. بتلاقي فعلا هيون جون مستنيها بره، بس بينقذها سيونج هيو من الموقف ده وبياخدها عشان يوصلها بالعجلة بتاعته لكورس الطبخ. وهم راكبين العجلة كانوا بيتخانقوا مع بعض بسبب خطيبها، وسيوكريو بتمشي وهي غضبانة منه وجزء من مكياجها بيطبع على ظهر سيونج هيو بسبب إن فرمل العجلة فجأة. بيتريق عليه زمايله بسبب المكياج اللي على ظهره وهو مش بيبقى دريان ومش فاهم. الوقت نفسه دانهو بيروح ياخد بنته من المدرسة، وفي طريقهم للبيت بيحصل حادثة والراجل اللي عمل الحادثة بيجيله سكتة قلبية. موان اللي كانت جنب الحادثة بتشوفها وبتروح بسرعة ناحية الراجل اللي كان مصاب بسكتة دماغية وبتنقذه. يندو بتبقى مبهورة جدا من أدائها وبتصالحها وبتعرفها إنها شبه الأبطال الخارقين في الأفلام اللي بتشوفها. موان بتركب معاهم العربية عشان يوصلوها لشغلها، ووقتها بتقول إنها مش بطلة خارقة ولا حاجة، هي شخص عادي، لكن البطل الحقيقي هو الراجل اللي شافته بيوسع الطريق للإسعاف وإنها معجبة بيه جدا. بتتكسف جامد لما بتعرف إن الراجل ده هو نفسه دانهو من التيشيرت اللي لابسه. في الناحية التانية هيون جون بيبقى مستني سيوكريو ترجع من الكورس وبيقترح عليها إنهم يتغدوا سوا لآخر مرة، وبالليل بتروح تتمشى عشان تروق بالها. بتصادف سينج هيو اللي كان على وشك إنه يعترف لها بحبه، لكن هي بتوقفه وبتطلب منه يأجل كلامه لبعدين لأن حياتها معقدة بما فيه الكفاية دلوقتي ومش حاملة حاجة جديدة. بيوافق وبيسألها بعديها لو هترجع لهيون جون، لكنها بتأكد له إن ده مش هيحصل. تاني يوم بيبقى عيد ميلاد أم سيونج هيو، بس محدش بيفتكر. سيونج هيو بيخرج بدري عشان يقابل تيهي في ورشتها لأنها بتبقى خلصت صنع الكنكة اللي صممها وبتوريها له، وعشان يحتفلوا بانتهاء التصميم بيقرروا يروحوا يتغدوا مع بعض. بالصدفة بيلاقوا نفسهم في نفس المطعم اللي فيه سيوكريو وهيون جون. سيوكريو بترتبك أول ما بتشوفهم، وسيونج هيو بيبقى متضايق وغيران وبيرمي بالكلام عليها، خصوصا إنها كانت وعدته إنها مش هترجع لهيون جون. بعد الغداء بيصر هيون جون إنهم يتقابلوا تاني، بس سيوكريو بترفض بحزم وبتقول له إحنا وعدنا بعض إن دي تكون وجبة الوداع. في نفس الوقت بعد ما قضت أم سيونج يو اليوم كله لوحدها، أصحابها بيعملوا فيها خدعة وبيجيبوها في مكتب أم موان وبيعملوا لها حفلة مفاجأة، وكمان بيجي لها رسالة تهنئة بعيد ميلادها من ابنها سيونج هيو. وجوزها اللي كان في نوبة طوارئ في المستشفى راح عشان يشتري لها الورد المفضل ليها، لكنه ما بيديها لهاش لأنه هو رايح عليها عشان يقدم لها الهدية. بيشوفها مع نائب الوزير وبيقول هي لسه معاه، أنا كنت فاكر إنها أنهت علاقتها بيه، وبيطلع عارف بعلاقتهم. سينج هيو بيبان إن كسب المسابقة بتاعة النادي الرياضي اللي في مدرسته القديمة. المدرسة بتاعته بتبارك له في فوزه وبتقول له إن سيوكريو كانت بتزن عليها كل يوم عشان تعرف النتيجة فيروح يفرحها بالخبر ده. هو بيتأثر لأنه كان فاكرها نسيت الموضوع ومش مهتمة بأخباره. هو وقتها بيقرر إنه خلاص مش هيماطل في اعترافه بحبه ليها وهيروح يعترف لها. بيلاقيها في مطعم والدها وهي بتتدرب على الطبخ، وأخيرا بيعبر لها عن حبه. بيبان إن سيوكريو كانت بتحب سيونج هيو من قبل ما هو يحبها من وهم أطفال، وبتفتكر إزاي هو ساعدها لما كانت خايفة من العوم في حمام السباحة. سيونج هيو وسيوكريو هما الاتنين بيبقوا متوترين قوي الليلة دي وبيبقوا عاوزين يتكلموا مع بعض، وبيقعدوا اليوم كله يقفلوا ويفتحوا الستارة عشان مترددين، والاتنين ما بيعرفوش يناموا أصلا اليوم ده. في الوقت نفسه والدة سيونج هيو بتشوف الهدية اللي جابها لها ابنها وبتطلع سلسلة بتكون نفس شكل السلسلة اللي كانت لابساها، بس هي عشان بتحب ابنها بتلبس السلسلة اللي جايبها لها وبتحس إنها أحسن من اللي كانت لابساها. تاني يوم العلاقة بين أم وأبو سيونج هيو مش بتبقى تمام بسبب اللي حصل، وبعديها في بيت سيوكريو بنكتشف إن أخوها دونج جين بيحلم إنه يبقى إنفلونسر على السوشيال ميديا وعايز من والدته إنها تستثمر فيه وتشتري له متابعين على الانستجرام. بس سيوكريو بتعترض على الفكرة دي وبتزعق له، ومن خلال كلامها مع والدتها بنعرف إن دونج جين كان عنده ثقب في القلب والدكتور نصح أهله إنهم ما يخلوهوش يزعل، وده خلى أهله يدلعوه ويضغطوا عليها هي. بعديها بتقابل سيونج هيو قدام بيتها وبتديله كرافتته اللي بتكون غسلتها وبتطلب منه يديها شوية وقت عشان تفكر في رد لمشاعره. بيتفقوا سوا إنهم يختاروا منتج من السوبر ماركت، ويوم انتهاء صلاحية المنتج ده لازم ترد عليه. المهم بيتمشوا للسوبر ماركت وهناك بيحاولوا يختاروا منتج،
وبعد مناقشات كتيرة عن أي منتج يختاروه، سيونج هيو بيختار أكتر حاجة ما بتاخدش وقت وبتبوظ بسرعة، وهي علبة اللبن، وبتبقى صلاحيتها 11 يوم. دلوقتي سيو كريو بيبقى لازم ترد عليه بعد الفترة دي. في الناحية التانية دان هو بياخد موافقة من المديرة بتاعته عشان يقضي يوم مع المسعفين عشان يكتب مقالة عنهم، لأنه اتأثر بالمهنة دي جدا من رؤيته لموان. نروح لستيونج هيو وتهي اللي بيبهروا الشركة الأجنبية بشغلهم وبيقبلوا تصميمهم على طول من غير ما يطلبوا أي تعديلات. تهي بتبقى زعلانة لأن الشغل خلص بسرعة، وهي كانت بتتمنى تستمر في مقابلته لوقت أطول. هو وقتها بيقول لها إنه اعترف لسيو كريو، بتهزر هي معاه وبتطلب منه يتصل بيها لما يترفض. نروح لوالدة سيو كريو اللي بتكتشف إن بنتها بتاخد دروس للطبخ بالصدفة وهي معدية من الشارع بتاع الأكاديمية، ولما بترجع سيو كريو البيت بيكون سيونج هيو موجود هناك، لأن أخوها دون جين طلب منه يجي البيت عشان يطلب منه إنه يستثمر فيه ويشتري له متابعين. المهم بتواجهها أمها بدروس الطبخ وبيتخانقوا مع بعض جامد، لأن والدها كمان مش بيوافق إنها تمتهن المهنة دي لأنه شاف مساوئها واتبهدل فيها ومش عاوزها تمر باللي هو مر بيه. هي بتبقى عاوزاهم يثقوا فيها ويدعموها زي ما بيدعموا أخوها الفاشل، وبتبقى حزينة بسبب إنهم قاسيين معاها. النقاش بينهم بينتهي لما بتخرج سيو كريو من البيت والسيونج هيو بيروح وراها كالعادة. المسلسل كله بيحصل كده، مش فاهمة فيه ايه، مفيش ولا مرة هي اللي تروح وراه. المهم سيونج هيو بيعرض عليها انها تستخدم مطبخ الشركة بتاعته عشان تتدرب فيه على الطبخ، لانها مش عاوزة تروح لمطعم باباها بسبب انها متخانقة معاه. تاني يوم دان هو بينضم لفريق الاسعاف بتاع موان، رغم انه بيتعرض للدغ النحل في مهمة من مهمات الانقاذ، الا انه بيصر انه يستمر في شغله معاهم عشان المقالة بتاعته وعشان يفهم الشغلانة دي اكتر عشان يكتب عنها بشفافية. وهم بياخدوا راحة أخيرا بعد يوم طويل بياكلوا في الوقت ده، وأعضاء فريق موان بيتكلموا مع دانهو إن ما عندهمش وقت يعملوا أي حاجة زي الناس الطبيعيين. واحد في النص بيقولوا إن موان مش بتنجذب لأي حد ومش مهتمة بالجواز، بس في راجل واحد بس هو اللي جذب انتباهها وقالت إنها معجبة بيه، وهو الشخص اللي وسع لعربيات الإسعاف. الاتنين وقتها بيروحوا فيها. بعد شوية بيقابل سيونج هيو سيو كريو وهيون جون قدام شركتهم، وبيطلع جه معاها من درس الطبخ بتاعها لهنا بحجة إنه جاي عشان يتعاقد مع شركة سيونج هيو عشان يصمموا له البيت بتاعه اللي عاوز يبنيه لأهله. هي بتروح تتمرن على الطبخ في المطبخ بتاع الشركة وبتسيبهم يتكلموا في الشغل. بيرفض سيونج هيو إنه يصمم له البيت عشان بيبقى عارف اللي فيها، وبعد ما بيخلصوا كلام بيروحوا عند سيو كريو، وهناك هي بتقدم لهم الأكل اللي طبخته. وطبعا بنتنا طباخة ماهرة وبينبهروا أكيد بأكلها، وهي بتسمع مدحهم بطنها بتوجعها وبتنهار من الألم. بتخلي هيون جون ياخدها للمستشفى وبتبعد ايد سيونج هيو اللي كان قلقان عليها، وده بيجرحه جامد. ولما بيروح المستشفى بيبان ان كان عندها كانسر في المعدة واتعمل لها عملية واتعالجت بالكيماوي، ودلوقتي بنفهم هي ليه طلبت من هيون جون ان ياخدها للمستشفى، وده لانها مش عاوزة عيلتها تعرف بمرضها. وبكده بينتهي الجزء الاول من مسلسلنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الجزء التاني والاخير.